الصلاة على النبي، انا جايب البخور وجاي نبخر اذكى فلاح في مصر، ابو العريف. الله اكبر عليك. اولع البخور يا واجهة البلد، اولع البخور. فور ايه وسواد ايه وربنا يعوض عليا. كل ما راح اجر خمس ست قرارات في حته يحصل اللي انت شايفه ده. انا مش عارف هي قاعده له قدام البيت في الراحه واللي جايه. انا عاوز افخت عينيها اقول لها ارحميني شويه. ده هي شغاله معانا بالاجاره. وده زرعت لي يا واجهة البلد. تقع بلقى عداك وبعيد عنك انت. دي المفروض تطلع رز. انا مش عارف على النظام ده هتطلع ايه يا واجهه. انت متأكد ان ده رز؟ عمال ارقع عليها واسرق من عند الناس اهو شتل واحاول اخطرها اهو. عمال اجيب شتله من هنا على شتله من هنا. ده رز ايوه رز. زي جرك. اه انا بسرق منه دلوقتي. وسرقت في يوم واحد بس مش عارف ايه اللي حصل هنا. وده ناشف ولا ده ايه ولا ده اختراع من اختراعات ابو دي العريف؟ بلاء. دي بلاء. لا. بلاء. انا مش عارف اعمل ايه. اه جالك الباشمهندس اهو. يا باشمهندس. السلام عليكم. حل يا باشمهندس. صلى على سيدنا النبي عليه عليه. الله الصلاه عليه والسلام. انت مش اول فلاح، دي مش خيابه منك ولا عين زي ما انت ما بتقول. الزرعه دي زرعه الرز بالذات تحتاج المعده السليمه. انت بتتعالج من القولون، بتتعالج من كل حاجه. تاكل وتحرت ولا ليك اكل معين؟ ليه اكل معين. حلو. التربه دي بالظبط اللي لها زراعه معينه، بمعنى اصح دي اللي بيخلي الجدر ده يتاكل يا ابو العريف. دي دوبان في الجدر. بص كده، بص كده. يبقى عيب ايه؟ معده. ايه هي المعده؟ اللي هي التربه. تمام. يبقى انت رقم واحد تيجي تركز تعالج المعده اللي هي التربه، اللي هي ايه؟ التربه. ركز معاك. انت دلوقتي بتزرع تاني وبتعمل شتله تاني هتموت منك. عارف ليه؟ ايه؟ لان انت ما عالجتش. يعني بعد ما اسرق من عند الجيران اسرق واعمل وازرع رز كل سنه، كل 3 4 ايام تعالى ازرع رز هيموت. ليه؟ قلنا المعده اللي هي التربه بايظه. رقم واحد لكل الفلاحين مش لابو العريف لوحده، عالج التربه من الاملاح. دي املاح عندك يا غشيم في التربه. طب وعلاجها ايه يا واجهه البلد؟ لازم نثبت للمشاهد ان عندك املاح. بص، شوف له طبقه الطينه اللي هناك ده، امشي شويه، مد ايدك كده اهو كده اهو كده اهو وتعالى وري المشاهد. تعالى لي. دي ايه؟ اهي، شايف القشره البيضه دي؟ تمام. دي املاح على التربه زي معدتك ملتهبه وعمال تاكل لا غلط. رقم واحد لازم تعالج التربه تديك زرع. مش هتعالج التربه مش هتاخد زرع يا غشيم. طب والحل يا هندسه؟ الحل بقى عليك في معالج للملوحه، في سوبر كويس برضو بينبضر زي السوبر بتاع الجعيدي ده ممتاز. ده بجنيه ما جبتش منه ليه؟ اديني رقمه اديك دلوقتي. رقمه. انت جلده، هجيب انت الكيلو جلده بكام يا هندسه؟ بجنيه عند الجعيدي. بجنيه. ان جبت لك نص طن خمس قراريط دهم وبدرتهم، لا هقول لك ازرع وعلى مسؤوليتي. بكره وبعد بكره والتربه مش هتاكل معايا. يعني ب 500 جنيه راح اجيب 500 بهم جنيه نص طن من عند الجعيدي. رقم تليفونه كام يا هندسه؟ لازم يعني لازم. لوجه الله. لوجه الله. 010 13 00 66 25. ده سوبر معالج للملوحه. احنا بنوريك على ارض الواقع اي زرعه خايبه بالذات في الرز دي سوبر. يعني هندسه ما اسرقش اي شتله ولا رقع دلوقتي لما اعمل السوبر ادي الاول. سوبر معالج لملوحه التربه الزراعيه زي العلاج. معدتك تعبانه بتعالجها ولا بتاكل وخلاص؟ بعالجها. بس اهم حاجه صلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام.